السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الحلوين، طلاب دفعة 2026، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. اهلا بك يا صديقي في المحاضرة الثانية من محاضرات ازاي نتعامل مع سؤال القطعة. محاضرة النهاردة من ألذ المحاضرات، فيها كمية معلومات ومحاضرة شيقة جدا 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 جدا، وبتتكلم عن سر التعليم في دولة فنلندا. ليه الدولة دي يا ولاد من الدول اللي فيها أفضل نظام تعليم في العالم؟ كل ده وأكتر هنعرفوه النهاردة بمشيئة الله في المحاضرة. خلاص؟ سم الله، صلى على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم بارك لنا في وقتنا هذا، اللهم أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. سم الله. وتعالى نعرف ليه كثير من الناس بتعتقد إن افضل نظام تعليم موجود في العالم موجود في دولة فنلندا. طب يا ترى ايه السر وراء ده؟ هنعرفوه اكتر مع بعض. يلا بينا يلا بينا. سم الله، صلى على رسول الله. عندنا يا اولاد القطعة بتاعتنا بتتكلم عن نظام التعليم في فنلندا. دولة اسمها ايه؟ فنلندا. طيب الاول كده انا عاوزك تطلع الفكرة العامة بتاعة الموضوع، لان زي ما قلنا ان هي بتعتمد على الفهم وليس الترجمة. لازم نعرف الفكرة العامة بتاعة القطعة بتتكلم عن ايه. خلاص؟ فالفكرة العامة بتاعة القطعة اولاد بتتكلم عن نظام التعليم في فنلندا، تمام؟ وازاي هي بتطور نظام التعليم بتاعها. طب هل نظام التعليم هناك بدفع اموال كتير على التعليم؟ طب هل عندهم معدات ما حصلتش؟ طبعا هل هم عندهم اطفالهم اذكياء جدا؟ طب المعلمين بيشرحوا ازاي؟ ده اللي كل ده اللي هنعرفه في الايه، في القطعه دي. خلاص؟ طيب منها برضو معلومات عامه كتير جدا، لان الاسئله لا تعتمد على القطعه ولكن بتعتمد على التفكير والفهم والتحليل. خلاص؟ طيب اول حاجه هنا الكاتب بتاعنا بيقول لنا ايه؟ a good education، التعليم الايه؟ التعليم الجيد. ماله؟ عايزك تترجم كل كلمه ورايا. بيكون سيستم، يعني سيستم يا ولاد نظام بيجعل، هنا ميك بمعنى يجعل، يبقى التعليم الجيد. ماله يا مستر؟ نظام ذات ميك ستودنت بيتر، بيخلي الطالب ماله؟ قال لك بيخلي الطالب افضل. جميل جدا. طيب a good education، التعليم الجيد ماله؟ انكريز. يعني انكريز؟ بيزيد من ايه ويرفع من ايه؟ قال لك بيرفع من تشيلدرن يعني اطفال. از كرياتيفيتي، من ابداع الاطفال. بيخليهم يفكروا، بيخليهم يبدعوا. تمام؟ يبقى الكاتب بيقول لنا التعليم الجيد بيكون ايه؟ سيستم، نظام بيجعل الطالب ايه؟ افضل، بيخليه كويس. التعليم الجيد بيرفع من ايه؟ ابداع الاطفال. كمان قال لك هيلب زم. ايوه استناني بقى كده، لما الاقي عندنا في الجمله بتاعتي وانا بحل، بص كده، عندي كلمتين. لما الاقي كلمة زم يا ولاد او كلمة زي لازم اقف شوية. اكيد هيسألني بيقول لي زم عايدة على مين وزي عايدة على مين. طيب احنا يا مستر مصطفى هنعمل ايه في السؤال لما يجي زي ده؟ بص، زم ده اصلا ضمير ايه؟ ضمير مفعول، واحنا اخدناه في الكورس. طيب بالنسبة لزي قال لك لا، دي ضمير فاعل. حلو. اكيد كلمة زم عايدة على حاجة وزي عايدة على حاجة. لو راجعنا في السؤال بتاعنا بيقول لك ايه؟ التعليم الجيد بيزيد من ابداع الطلاب ويساعدهم. يساعد مين؟ تقول لي يساعد ايه؟ الاطفال او الطلاب؟ لا، هنا يساعد الايه؟ الاطفال. تمام. بيساعدهم يستمتعوا بالدراسة. التعليم الجيد هناك بيخليهم يستمتعوا بالدراسة. كمان ويساعدهم مين؟ هتقول لي مثل الأطفال في حياتهم المهنية الايه؟ المستقبلية. يبقى كلمة كارير معناها ايه؟ حياة مهنية. حياة مهنية. طيب تمام. هيبدأ يتكلم بقى، هو كده بدأ اعطاك مقدمة كويسة عن التعليم الجيد. حلو. هيبدأ يكلمك عن ايه بقى؟ عن دولة اسمها فنلند، اللي هي دولة فنلندا. حلو. مالها فنلندا؟ طب انا مستر ما اعرفش هي دولة تبع قارة اوروبا ولا اسيا ولا افريقيا ولا ايه؟ تعال نشوف. قال لك فنلند which مالها يا عم؟ is a European country، بتكون دولة ايه؟ اوروبية. is believed
by many to have the best education. في نظر الكثير من الناس بتعتقد ايه بقى؟ ان هي لديها افضل تعليم، افضل نظام تعليم ايه in the world، في العالم. ناس كتير جدا بتقول ايه؟ انتوا تعرفوا ان دولة فنلندا ديت عندها افضل نظام تعليم في العالم. طب ايه اللي خلاك تقول كده يا مستر؟ بيدفعوا فلوس كتير في التعليم هناك؟ طب هل عندهم معدات؟ طب هل عندهم في تطوير في الاجهزة؟ احنا مش عارفين. ده بقول لك في نظر الناس. despite، بالرغم من حقيقة ايه بقى؟ هيبدأ بقى يطلع لي ايه معلومات عن الدولة دي. فينيش. هتقول لي يا مستر مصطفى انت تقصد كلمة فينيش، ركز كده. انت يا مستر مصطفى عايز تقول لي ان كلمة فينيش معنى ينتهي؟ اقول لك لا، ده اللي انت حافظه. كلمة فينيش اللي انت بتتكلم عنها دي اسمها كده ينتهي. وفي كلمة اسمها فينيش بدبل ان اهي. ايه الفرق ما بين فينيش دي وفينيش دي؟ تعال نشوف. فينيش الاولى ده فيرب بمعنى ينتهي، حلو. انما فينيش بدبل ان دي معناها سكان دولة فنلندا، اللي هو الشعب الفنلندي. الشعب الفنلندي اللي هم مين؟ اللي هم الفنلنديين. حلو. يبقى دي اول معلومه انا ما كنتش اعرفها، ان فينيش باتنين ان الشعب الفنلندي، انما بان واحده ينتهي. قال لك بالرغم من حقيقه ان الشعب الفنلندي منه ينفق القليل من الاموال، خلي بالك من المحددات، ليتل وماتش ومين وفيو افيو، بيقول لك بينفق القليل من الفلوس على التعليم. طب ازاي هم عندهم افضل نظام تعليم زي الناس ما بتقول، وفي نفس الوقت بينفقوا القليل من المال؟ كمل كده على الايه؟ education، التعليم. and have an average، وعندهم متوسط او معدل ما يقارب من 30 طالب في الفصل بتاعهم فيه 30 طالب. حلو. فهنا الكاتب بيسالنا سؤال، بيقول ايه؟ what makes their schools good؟ ايه اللي بيخلي مدارسهم افضل؟ طب ازاي الناس ديت ما بتنفقش في الكثير من الفلوس وكل طالب وكل فصل فيه 30 طالب؟ اكيد في حاجه عندهم، سر او معلومه محدش يعرفها مخليه نظام التعليم عندهم عالي. طيب تعال نشوف. قال لك زي كونسيدر، قلت لك لما تلاقي زي لازم تقف تشوفها عايده على مين. زي هنا عايده على مين؟ هم بيعتبروا هم مين؟ فينيش اللي هم الفنلنديين، هم سكان دوله فنلندا. كونسيدر يعني يعتبر، هم بيعتبروا التعليم في حد ذاته اهم هدف عندهم، هو الهدف الاسمى عندهم. يبقى هم بيعتبروا التعليم في حد ذاته ده اهم حاجه عندهم. تمام. اهم من ايه يا مستر؟ قال لك اهم من طريقه الحصول على اويل بيد جوب، اهم من الحصول على وظيفه باجر ايه؟ باجر مرتفع. ازاي يا مستر؟ ده الوظيفه دي مهمه، ده احنا عندنا في مصر وظيفه مهمه، ولكن بره بيعتمدوا على التعليم، لان التعليم هو بص سلمه النجاح في اي حاجه. خلاص. فقال لك هم عندهم التعليم مش مجرد وسيله، لا ده هم عندهم التعليم ده اهم حاجه، اهم من الحصول على وظيفه ايه؟ مرتفعه. يبقى اول بيد اجر ايه؟ مرتفع واجر جيد. جميل. طب ايه تاني يا مستر؟ قال لك ليرنينج. يعني ايه ليرنينج يا اولاد؟ التعلم. ترجم كل كلمه ورايا لان الكلمات دي هتفيدك فيما بعد. التعلم is valued، ذو قيمه. جميل. and teachers، والمعلمين هناك ايه؟ are respected، بيتم احترامهم. طبعا عندهم المدرسين، مش دولة فنلندا بس، كل الدول الأوروبية عندهم المدرس ده هو رقم واحد، هو القدوة في جميع الوظائف الأخرى. ليه؟ لأن المدرس هو اللي بيطلع الدكتور وبيطلع المحامي وبيطلع القاضي وبيطلع الرئيس وبيطلع. يبقى هو هناك في الدول التانية المدرس له قيمة هناك. تمام. وبيتم احترامهم. تمام. قال لك وإن فاكت، يعني فاكت يا ولاد؟ في الحقيقة التدريس التدريس اللي احنا بنعلمه العيال ده is the number، هو رقم ايه بقى؟ is the number one، رقم واحد. كمل كده. favorite profession among Finnish teenager. طيب يقول هنا تاني التعليم او التدريس is the number one favorite profession، هو بيكون الوظيفة المفضلة بين مين؟ بين فينيش تينيجر، بين المراهقين الصغيرين. تيجي كلمة مراهقين يقصد بها ايه هنا؟ اللي هم صغار السن، اللي هم في سن 18 و17 والكلام ده. فمثلا يقول لك ايه؟ انت هتسال طالب مثلا عنده 17 سنه، تقول له ايه افضل وظيفه نفسك فيها؟ هنا في مصر يقول لك انا عايز ابقى دكتور، عايز ابقى مهندس، عايز اكون مثلا ضابط. هناك تسال صغار السن تقول لهم عاوز تبقى ايه؟ يقول لك عاوز ابقى مدرس. يبقى ما بين هي الوظيفه المفضله among، بين
ايه الفرق ما بين كلمه among وبتوين؟ كلمه بتوين بين اتنين، بين مصطفى وعلي. بص انا والشجره احنا كام حاجه؟ اتنين. بين مصطفى والشجره ديك اقول عليها بتوين، انما اكتر من اتنين 3 4 5 مليون طلاب اطفال شعب اقول عليها among. خلاص يبقى among بمعنى بين اكثر من اثنين، بين المراهقين اللي هم ايه صغار السن. ان وورلد الكاتب بيعطينا حكمه حلوه، قال لك ايه؟ هم عندهم بص العيال الصغيره اللي هم المراهقين اللي هم صغار السن عندهم افضل وظيفه ايه؟ التدريس في عالم حيث الكثير من الناس want jobs بيسعى الى وظائف with states، وظائف ذو مكانه ايه؟ عاليه. يبقى كلمه states معناها ذو مكانه ايه؟ عاليه. يبقى الكاتب بيقول لك ايه؟ والله صغار السن هناك المراهقين عندهم وظيفه التدريس ديت اهم من اي وظيفه ثانيه، هي الوظيفه التوب عندهم هناك. قال لك ايه؟ في عالم الكثير من الناس بيسعوا وبيتصارعوا في الحصول على ايه؟ على وظيفه ذو مكانه ايه؟ عاليه. دلوقتي العالم كله في كل الدول العربيه والدول الاوروبيه كله بيجري على وظيفه عاليه، تمام؟ ولكن في ناس كتير ما بتتجهش نعمه التعليم والتدريس. طيب تمام. قال لك ذا فينيش، هم مين ذا فينيش دول بقى؟ سكان دوله فنلندا. على سبيل المثال مالهم؟ قال لك ده هم مختلفين تماما. مثال الفنلندي ده مختلف تماما عن كل دول العالم. حلو حلو. طيب بعد كده هيبدا يتكلم عن تيتشرز. يعني تيتشرز انت عارفها، المدرسين. المدرسين في فنلندا، في دوله فنلندا اربد نو مور. يعني ايه يا مستر اربد؟ لا يتقاضون اجرا. هتقول لي في نو اهيت، فده نفي. لا يتقاضون اجرا اكثر من، بص كده، زير كوليجز. يعني ايه كوليجز يا اولاد؟ زملاء. يبقى المعلمين في دوله فنلندا ما بياخدوش فلوس زي زملائهم اللي في الدول الاوروبيه الاخرى. ما احنا متفقين ان فنلندا دولة اوروبية. هو هنا الكاتب بيقارن مدرسينها بمدرسين الدول الاخرى الاوروبية. حلو. يبقى هم ما بياخدوش فلوس. طب ازاي عندهم افضل نظام تعليم؟ وازاي المعلمين لا تتقاضى اجرا؟ وازاي الطلاب عايزة تكون، العيال الصغيرة عايزين يكونوا مدرسين؟ اكيد في حاجة هناك مخلية الليلة دي كلها عندهم افضل نظام تعليم في العالم. فقال لك هناك اهو تيتشرز المعلمين في فنلندا اربيد نو لا يتقاضون اجرا مزن اكثر من زملائهم في الدول الاوروبيه الاخرى. المعلمين في دول فنلندا اجرهم مثلا وليكن لو بياخد مثلا 10 جنيه، لا الدول الاوروبيه الثانيه لا اجر المعلم هناك 100. قال لك طب ايه اللي مخليهم عندهم افضل نظام تعليم؟ تعال نكمل. قال لك ولكن ايه بقى يا مستر؟ هم عايد على مين؟ المعلمون بيستمتعوا، عندهم ايه بقى؟ جريد جوب ساتسفاكشن. كلمة ساتسفاكشن معناها رضا، عندهم رضا بالوظيفة بتاعتهم، رضا كبير ورضا عظيم، عندهم رضا جامد بالوظيفة بتاعتهم، تمام؟ فأكيد الواحد إيه؟ ما دام هو بيحب الحاجة هيطلع أقوى حاجة فيها، تمام؟ طيب ذا مين ريزون فور، ولكن السبب الرئيسي هنا في هذا is the freedom، الحرية. يبقى هو ده السبب اللي مخليهم ناجحين في نظام التعليم. قال لك السبب الرئيسي لهذا فريدم، الحرية. طب كمل كده. زي هاف اللي هم بيمتلكوها. حلو. تو تيتش ذا ماتيريال، ليدرسوا او يعلموا هذه المادة، تمام؟ in any way، بأي طريقة هم يريدونها. فأنا باجي أقول له اتفضل يا أستاذ فلان، آدي المادة أهي، درسها بالطريقة اللي تعجبك. فهو مدام خيرني قال لي درس، فانا لازم اطلع احسن حاجه عندي عشان اقدمها للطالب. ومع ذلك هنا ما بياخدش اجر، بس هو بيعمل حاجه دي بحب برضا كبير زي ما قال لنا هنا. خلاص. طيب قال لك ده موضوع المعلمون. طب فينيش ستودنتس، طلاب دوله فنلندا بقى. قال لك ار بريتي اند هابي، مبتهجين جدا وسعداء جدا. حلو. زير ار نو، ركز بقى. standardized دي معناها موحدة، وكلمة national قومية، وكلمة تيست اختبارات. قال لك هناك ما عندهمش امتحانات قومية موحدة، ما فيش امتحانات آخر السنة. ايه ده؟ ازاي يا مستر؟ زي ما بقول لك كده، اقول لك there are no standardized national tests، ما عندهمش اختبارات موحدة قومية، يعني امتحانات زي بتاعتنا آخر السنة دي. which مما يعني
they are not under the pressure. هم ما بيكونش عندهم عليهم ضغط، تمام؟ مش بيكونوا تحت الضغط as other European students. هم ما بيتحطوش تحت ضغط زي اصحابهم اللي فين بقى، اللي في الدول الاوروبيه الاخرى. يعني طلاب دوله فنلندا ما عندهمش ضغط، ما فيش امتحانات، بيذاكروا بحب، بيذاكروا بهدوء بريلاكس. انما طلاب الدول الاوروبيه الاخرى لا، ده بيتحطوا تحت ضغط، وفي امتحانات، وفي كويزات، وفي حضور، وفي سكشنات، وفي الكلام ده كله، تمام؟ وعندهم كمان امتحان اخر العام. طيب كده تمام. قال لك الطلاب دي بقى للحصول على الدرجات النهائيه، تمام؟ زي كان ان اول امبورتنت، اللي هم بيقدروا يستطيعونها في ايه بقى؟ في نهايه كل عام، في امتحانات نهايه كل عام. خلاص، يبقى ديت حكايه دوله ايه؟ فنلندا. بدا يكلمك على الفكره العامه ان في افضل حاجه ان يكون في تعليم كويس عشان الطلاب تستمتع بده. طيب كمل كده. بدا يتكلم عن دوله فنلندا ان هي دوله اوروبيه. بدا يتكلم ان كل طالب هناك عندهم لا ينفقوا بينفقوا القليل من الاموال، وايه كمان؟ وعندهم في كل فصل كام طالب؟ 30. قلت لك قبل كده عاوزك لما يذكر لك ارقام، مدن، تواريخ تطلعها لوحدها علشان هيسأل فيها. انا قلت لك مليار مره، حط تحت كلام مليون خط ان هو اسمها قطع الفهم. قطع الفهم، قطع الفهم بتفهمها وبتحل عليها، بتعتمد على التفكير والتحليل. انا قلت لك اللهم بلغت اللهم فشهد. خلاص، بدا يتكلم بعد كده على المدرسين، يتكلم على الطلاب. خلاص، تيجي نحل اول سؤال. بص بقى، لما يحب يلعب بيك، شفت القطع سهله ايه؟ ولكن الاسئله مش سهله. there are not 100. ايه ده؟ 100. هناك ايه؟ 100 طالب في كل فصل فنلندا. مستر مصطفى اتفضل. هو قال لي يا مستر من شويه ان كل فصل فيه كام طالب؟ فيه 100 طالب اهو. معلش، هو قال لي ان كل فصل فيه قد ايه؟ فيه 30 طالب. جميل. فهو بيقول لك هناك ايه؟ 100 طالب. ايه ده؟ يا ترى تلت ولا النص ولا الربع ولا الخمس ولا ايه بالنسبه ل100؟ قال لك نيجي نمسك الاله الحاسبه، هتيجي تقسم ال100، هتشوف ال100 ديت النص بتاعها قد ايه والتلت بتاعها قد ايه. بالراحه كده ونشوفوها. ثيرد اللي هو الايه؟ التلت. هاف اللي هو الايه؟ النص. طيب تمام، جميل جدا. دول 100 طالب اهم. حلو. لو احنا مسكنا الآلة الحاسبة قسمنا ال100 على 3، التلت فيه 33 طالب. جميل. والنص فيه كام طالب؟ 50 طالب. طب اسألك سؤال بقى، ال30 طالب دول لو خيرتك كده، انا لسه ماشي السؤال اهو، قلت لك مور زان ثيرد ولا لسه زان ثيرد ولا exactly ثيرد؟ طيب تعال نحل مع بعض كده يا ولاد. هو انا هنا ال30 طالب دول، ال30 طالب بص كده واحده واحده، 30 طالب اقل من النصف، اقل من التلت، اكثر من التلت، بيساوي النص، ولا بالظبط التلت؟ لا يا مستر، انت قلت مور بمعنى ايه؟ اكثر. جميل. لسه بمعنى ايه؟ اقل. جميل جدا. طيب هما ال 30 طالب اقل من 33 ولا اكثر؟ لا، ده اقل من ال 33. جميل جدا. حلو. يبقى الاولى غلط، لان هما العدد الفصل عندنا 30 طالب. طيب هل هما بالظبط 30؟ غلط. يبقى الاجابه بتاعت ايه؟ لسه ايه؟ لسه. تعال نشوف السؤال بقى كده، تعال نشوفوه هنا. بص كده بيقول لك ايه؟ هناك ايه؟ 100 طالب. يلا، اكثر من 100 طالب؟ غلط. اكثر من ثلث ال100؟ غلط. ولا اقل من الثلث؟ لا، اقل من الثلث. بالظبط الثلث؟ غلط. 33. طيب النص؟ نص 50. شفت السؤال جه ازاي؟
حولنا اللغه الانجليزيه لمساله رياضيه، تمام؟ وهو ده اللي بيلعب عليه في امتحانات الثانويه العامه. فعاوزك لما تحل قطعه تقراها افهمها، انا مش عاوز ترجمه، لان هنا ما بعتمدش على الترجمه الحرفيه، انا بعتمد على الحل، انا بعتمد على فهم القطعه، على تحليل القطعه. خلاص. السؤال الثاني قال لك كلمه زي في القطعه عايده على مين؟ اروح جاي اهو ارجع للقطعه الجمله اللي قبلها، فبقول لك ايه؟ ذا فينيش اللي هم ايه؟ الفنلنديين بينفقوا القليل من الفلوس على التعليم، وكل فصل فيه 30 طالب، وما الذي يجعل التعليم افضل حاجه عن ايه اللي مخلي مدارسهم افضل حاجه؟ قال لك هم بيعتبروا هم مين؟ الفنلنديين. تعال نرجع كده، قال لك كلمه زي عايده على مين؟ على الطلاب؟ لا. على فنلند، دوله فنلندا؟ غلط. على المدرسين؟ لا. ولا على سكان دوله فنلندا؟ على سكان دوله فنلندا. رقم 3 قال لك فنلندا لا تنفق، خلي بالك انا بقول لا تنفق. مش فاهم يا مستر؟ بص يا عم فاهمك. هو لما اقول لك ركز، كلمة فنلاند اللي هي دولة ايه؟ فنلندا، ركز. سبندس بتنفق، كانت بتنفق الكثير ولا القليل؟ هتقول لي يا مستر كانت بتنفق القليل. طب القليل يعني ايه بالانجليزي؟ يعني ليتل. خلي بالك لان دلوقتي هيلخبطك، والله هيلخبطك دلوقتي في الاسئله. حلو، تعال نشوف. الله، بص كده، بتنفق الايه؟ ليتل. يعني ليتل يا اولاد؟ القليل يا مستر. جميل جدا. القليل من الايه بقى؟ ماني. يعني ماني من الاموال. ماشي. لا. حلو. انت عارف ان دي بتساوي فنلاند، ركز، doesn't. لا، ايوه انا سامع واحد بيقول لك ايه؟ اكيد بقى هيقول لا تنفق. جميل جدا. يبقى هنا لو خيرتك، قلت لك هنا نقط، هنا قلت لك ماني، الجمله مثبته والثانيه منفيه، قلت لك هنا فنلندا تنفق القليل، يبقى فنلندا لا تنفق. ايوه جدع. هتقول لا تنفق يا مستر؟ لا تنفق الايه؟ الكثير. تنفق الايه؟ الكثير. جميل. يبقى هنا هنقوله ايه؟ ماتش. تعال نحل السؤال. بص انا بحل واحده واحده، تمام؟ قال لك لا تنفق، يبقى الايه؟ الكثير. خلاص، يبقى دي غلط، دي غلط، دي غلط. اوعى هتروح تقول لي بقى ده ليتل فوق يا مستر اختارها، يبقى انت كده بتفهمش. لو شلنا دازنت تبقى ليتل. خلاص. ذا فينيش الفنلنديين مالهم يا عم؟ قال لك يتجاهلوا التعليم، غلط. يهينوا التعليم، غلط. هم مش بيهينوه، ده هم بيقدروا. ابريسيت يقدروا التعليم، نجلكت بمعنى يتجاهل، بتساوي اجنور اللي هي الاولى، ده الاخيره بتساوي الاولى. We can find the best education system. احنا نجد ان افضل نظام تعليم في العالم بيكون في افريقيا، غلط. يوروب دولة اوروبا، ولا فينيش؟ هتقول لي دي سكان. نجد ان افضل نظام تعليم في السكان عايش جواهم يعني، لا غلط. اسيا، لا هي دوله اوروبيه. هتقول لي جت منين؟ هقول لك انت لو رجعت للقطعه بتاعتك هو قال لك ايه؟ بص كده، هي بتكون دوله ايه؟ اوروبيه، فكل حاجه هتلاقيها موجوده. طيب هناك، السؤال ده بقى مكتوب غلط واختياراته غلط. ليه بقى؟ لانه بيقول لك ايه؟ هناك فقط امتحان ايه؟ بص كده، في نظام التعليم. يا ترى هناك امتحانات سنويه فقط؟ شهريه غلط، اسبوعيه غلط، يوميه غلط. طبعا السؤال ده غلط. ليه؟ لانه هو قال فوق ايه؟ لا توجد امتحانات، تمام، قوميه موحده، مفيش عندهم امتحانات. طب هنا بقى بيقول لك توجد امتحانات ايه؟ هو ممكن يكون يقصد ان يقول لي هنا فقط بمعنى نفي، بس احنا هنا عشان قدامنا هنحلها، ولكن في الامتحان هو مش هيجيبها كده. ان جابها كده يا ولاد يبقى انا خلاص هحاول احل. ما هو ما ذكرليش في القطعه كلها غير كلمه يير غير مره واحده بس، اخر سطر. خلاص. السؤال اللي بعده، ذا رايتر ان ذا باسج، الكاتب في هذه القطعه ربما يكون. كلمه ماي اكتبها عندك يلا في النوت بتاعتك.
معنى ايه؟ ربما. معناها ايه؟ ربما. ربما يكون كوندكتور، محصل، او قائد موسيقي اللي هو زي المايسترو. غلط. ولا باحث؟ باحث. طالب؟ لا طبعا. كوتش؟ مدرب؟ لا. دي معناها ايه؟ مدرب، وبتساوي كلمه اسمها ايه؟ ترينر. خلاص. طيب كده حلينا النهارده القطعه الاولى. طيب ايه تاني يا مستر بقى؟ لازما كل محاضره هناخد قطعه ترجمه، عربي انجليزي وانجليزي العربي. خلاص. رقم 2 بقى يا اولاد الترجمه. طبعا ربنا يعني ايه كرمك احلى كرم وخلالك ان الترجمه بتاعتنا ايه؟ اختياري. يعني ايه اختياري يا مستر؟ يعني بص انت بتاخد المتشابه وبتعمله، ولكن انا مش بحب الطريقه دي. بس اهم حاجه عندنا الطالب في الامتحان، في امتحان الثانويه يحل صح. تمام. حلها باي طريقه ايه تنفعك، ولكن ابقى الكلمات الجديده عليك احفظها عشان ان جات لك فين؟ في القطعه. خلاص. حل بالطريقه اللي ايه اللي تريحك. طيب بيقول لك هوبس اند امبيشن. طبعا انا هقول لك انت تحل ازاي دلوقتي، ولكن انا في طريقه بحب احل بيها انا كمصطفى. هوبس يعني ايه يا اولاد؟ قال لك الامال، امبيشنز والطموحات مالها؟ ار اتشيفد تتحقق بواسطه العمل الجاد والعزيمه القويه، وليس بالاحلام والايه والامنيات. طيب هو هنا كاتبها الرغبات بس هي معناها الامنيات. تمام. طبعا انت فاهم تعمل ازاي، او معظم الطلبه تقول لك ايه؟ تحقق تتحقق تحقق تحقق، يبقى دي غلط. ماشي. الامال 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 الامال، الطموحات 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 الطموحات، العمل. هو قال لك بالعمل ولا بالعمل؟ فدي كمان غلط. طيب دول صح. والاراده القويه والاراده القويه، والوصيه غلط. والاراده القويه تمام. وليس الاحلام او الرغبات طبعا غلط. قال لك وليس بواسطه، يبقى دي كمان غلط. وليس بالاحلام والرغبات، وليس بالاحلام او بالرغبات، وليس بالاحلام اراده قويه، وبالاحلام قال لك وليس، فهنا غلطه. يبقى انا كده عندي دي غلط، وعندي رقم سي غلط، وعندي رقم ايه غلط. يبقى الاجابه بتاعتي هتكون ايه يا اولاد؟ هتكون لا بقى بلون تاني. هتكون الاجابه بتاعتي ايه؟ الاجابه رقم سي. تمام. السؤال اللي بعد كده. طب يا مستر معلش انا عندي سؤال، اتفضل يا صديقي. هي كلمه اصلا رغبات يعني ايه؟ بص كده، دي زايرز. كلمه ديزايرز يعني ايه؟ رغبات. تمام. تمام. طب يا مستر دي كلمه ديزايرز، عندي كلمه كده مش فاهمها، هي كلمه وصيه يعني ايه اصلا؟ الكلمه دي يعني ايه؟ قال لك والله كلمه وصيه يعني يوصي بيه، يوصي بيه. ريكومند. جميل اهي ريكومند، وحط لها ايشن ريكومنديشن. دي معنى كلمه ايه؟ وصيه. خلاص. يبقى انا بحل زيك اهوت، ولكن في اختلاف بيني وبينك، ان انا وانا بحل كده الكلمه اللي هي مش معروفه انا بحاول ايه؟ اطلعها. خلاص. طيب السؤال اللي بعد كده. يجب أن تكون المنتجات المصرية عالية الجودة لكي تتمكن من منافسة المنتجات الأخرى في الأسواق العالمية. طيب كلمة منتجات يا ولاد يعني برودكتس. يعني إيه برودكتس؟ أنا هكتبها لك برضه اهيت علشان لو جات لك يبقى أنا إيه شرحتها لك. بص كده كلمة برودكتس، برودكتس يعني إيه؟ منتجات. جميل. وكلمة يا ولاد برودكشن يعني إنتاج. برودكشن يعني ايه؟ انتاج. طيب جميل. يعني ايه؟ انتاج. ماشي. تعال نرجع كده للسؤال. بيقول لك ايه؟ يجب ان تكون المنتجات المصريه. احنا قلنا برودكتس ولا برودكشن؟ بص بقى كده، ايجيبشن برودكتس. ده قلت دي انتاج، دي غلط. يبقى دي كده ايه عندنا؟ دي غلط. طيب الثانيه صح. must be. حلو. اوف هاي كواليتي. ان اوردر تو خدناها في الكورس. ان اوردر تو بيجرى الفعل في الايه؟ في الماست. طب انا ما بعرفش ماستر. بص كده بي فدي كمان غلط. able to خدنا زمان كلمه able to بيجرى الفعل في الماست. طب مستر مش عارف. كومبيت يبقى دي كمان غلط. يبقى احنا عندنا دي معناها اسم منافسه، بقول لك لكي تنافس. هتقول لي يا مستر لكي تمكن من المنافسه، ما هي كلمه من منافسه able to عايزه مصدر. تمام. طيب دي كمان غلط. كمل. with others. بص بقى برودكشن، فدي كمان غلط. يبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ الاجابه بتاعتي سي. خلاص كده محاضرتنا يا اولاد الايه؟ انتهت. كده يا اولاد خلصنا المحاضره بتاعتنا. تمام.
اخدنا مع بعض اول حاجه قطعه، وبعدين اخدنا اسئله عليها، وخدنا كلمات. يا رب تكون كتبت الكلمات وحفظتها، وتكون استفدت باكبر قدر ممكن من القطعه دي بكم كلمات محترمه. اخدنا بعد كده الترجمه، ترانزليت تو عربي وترانزليت تو انجلش، بنترجم من عربي لانجليزي، واحنا بنمشي بالطريقه بتاعتك اللي تريحك بس، واحنا بنمشي بالطريقه بتاعتك بنطلع الكلمات الجديده اللي انت ما تعرفهاش. خلاص. اللهم ان كان توفيقا فمن الله وحده، وان كان سهوا فمني ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نلقاكم في محاضره جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.